مبتدئة ومش عارفة تختار الخيط المناسب لمشروع الكروشيه بتاعك، هتكلم عن 7 أنواع من الخيوط وهتكلم عن مميزاتهم وعيوبهم، فتابع معايا لآخر الفيديو. أول خيط هتكلم عنه هو خيط الأكريليك، هو مناسب للملابس الشتوية والكوفيات، وده جاكيت أنا عملته قبل كده، هسيب لكم اللينك فوق. ممكن نعمل كاب وكمان سكارف، مش محتاجة أقول لكم إن أنا دول كلهم شرحتهم على اليوتيوب. واول خيط انا بدأت بيه هو خيط الاكريليك. مميزات بتاعته ان هو رخيص، وكمان الوانه مبهجة وسهل الغسل. العيوب بتاعته انه مش ناعم زي القطن، ممكن يسبب حساسية لبعض الناس. في انواع كتيرة منه، في منه أليس بيركم اللي هو انا حاطه صورته، وكمان يارن ارت وهيمالايا افريداي. تاني نوع وهو خيط القطن، وده مثالي لشغل الصيف وملابس الصيفية والمفارش وألعاب الأطفال وحاجات الأطفال عامة، لأن من مميزاته إن هو ناعم على البشرة وبيستحمل الغسيل الكتير. العيوب بتاعته إن انتي لو غسلتيه هياخد وقت أطول عشان ينشف. وأنواعه هو أليس كولون جولد اللي أنا حطاه على الشاشة. تقدري تعملي مفرش زي ده كده هوت، أو تعملي المفرش الترند، بس بصراحة دوت مش قطن، شرحته على القناة برضو. وكمان تقدري تعملي ميداليات. الخيط الكليم مميزاته ان هو تقيل ومتين ومثالي للشنط والسجاجيد، انما العيوب بتاعته انه صعب الشغل بيه شوية، خصوصا انه بيحتاج من ابر من اول 5 وانتي طالعة، بيبقى فيه من جواه تشابكات ولازم كل شوية تخيطيه، فبصراحة الشغل بيبقى متعب شويتين. تقدري تعملي منه شنط زي دي او حتى سجاجيد. خيط المهير وهو حلو جدا للملابس الخفيفة والشالات، مميزاته ان هو ناعم جدا وفيه لمعة حلوة كده وبيدي شكل فاخر في اللبس. العيوب بتاعته ان هو غالي نسبيا، وممكن لو حد عنده حساسية يسبب حك. ممكن تعملي بلوفر لطيف زي ده او حتى جاكيت زي ده. خيط البافي وده طبعا حلو جدا للبطاطين، مرة كده من المرات هبقى اشرح طريقة البطاطين وهجرب خيط البافي. من مميزات خيط البافي انه بيدي دفع عالي وناعم جدا، ومن عيوبه ان هو تقيل شوية وكمان مش مناسب لشغل الصيف خالص. طبعا خيوط البافي مش بنستعمل ابر فيها، كله بيبقى بشغل الايد. وطبعا اكتر نوع معروف هو خيط اليز، تقدروا تعملوا الشكل ده من البطانيات. خيط القطيفة وده مناسب جدا لشغل الاميجرامي والمفارش وحتى الشنط. من المميزات بتاعته ان هو مخملي كده وناعم ويدي شكل حلو جدا للمشاريع، انما من العيوب بتاعته ان هو صعب التنظيف وممكن يتلف بسهولة لو استخدمتيه كتير، ودي شوية مشاريع ممكن تعمليها بيه. اخر خيط هتكلم عنه هو خيط السلسلة، وبيبقى ليه انواع منهم الحرير والقطن. انا جربت بس الحرير، بنشتغل بيه من اول ابرة 5 وانتي طالعة كده، وبنشتريه بالكيلو. مميزاته ان هو فيه لمعة حلوة جدا، وده بيبقى مناسب اكتر لشغل الشنط والمحفظات. عيوبه ان هو متعب في الشغل شوية، خصوصا لما تيجي تقطعي الخيط لازم تعمليه بولاعة. ولاحظت برضو ان وزنه تقيل، يعني انا ممكن من سنة كده عملت بوك كان شكله حلو جدا بس حسيته تقيل شوية. انا هسيبكم معاه في اخر الفيديو. لكن هو بالمجمل عامة هو كويس. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، لو حابين اعمل لكم جزء تاني ياريت تكتبولي في الكومنتات، متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made, oh simple thing, where have you gone?